مبروك، ألف ألف مبروك إيمان خليف والميدالية الذهبية الثانية للجزائر. ألف ألف مبروك. ولكن دابا عاد غادي تبدا القضية، عاد خاص المنافسة القوية اللي خاص يديروها المسؤولين الجزائريين. إيمان خليف جابت الميدالية الذهبية بدراعها، ولكن شكون اللي غادي يدافع عليها؟ خاص الرجال اللي غادي يدافعوا عليها ويبينوا القضيه ديالها. راه ولات القضيه ديالها في الامم في مجلس الامن. يعني تخيل معايا قضيه كبرات بحال هكا، خاصها رجال اللي وقفوا معاها. مبروك، الف مبروك لايمان خليف الميداليه الذهبيه عن جداره واستحقاق. اللي خاصنا دابا هو خاص ان المسؤولين يديروا خدمتهم. جوج ديال الميداليات، الميداليه الاولى كانوا شي وحدين كيشككوا فيها بان هذيك راها فرنسيه ماشي جزائريه، ها هي دابا الميداليه الثانيه جزائريه 1.5%. اذا مبروك مبروك لايمان خليف. هاد الميداليه هذه تقدر تعوض لها شويه من داك الضرر اللي مسها، ولكن راه ديما كنعاود لكم وكنأكد لكم بان القضيه ديال ايمان خليف في يد رجال الجزائر، المسؤولين الجزائريين اللي خاصهم يديروا الشغل ديالهم كما دار المغرب في المباراة ديال الارجنتين. في البلاصه رجع الحق ديال الفريق الوطني، هكا خاصهم يديروا. دير البيضه في الطاس، يعني سالي هذا المشكل هذا باش ما يبقاش يتعاود، حيت فين ما بغات تلعب دابا ايمان خليف غادي يخرج لينا عاوتاني هذا المشكل ديال حكا الكروموزومات ديال الذكوريه اكثر من ديال الانوثه، ويخرجوا لينا لا حكا ذكر حكا. خاصها تحيد هذا الجدل، وخاص المسؤولين الجزائريين يحيدوا هذا الجدل ويوقفوا وقفه رجل. مبروك، 1.5 مليون مبروك لايمان خليف والشعب الجزائري.